محدش هيحبك وانت فاشل، ولا انت نفسك هتحب نفسك وانت فاشل. وايه المشكله؟ هخسر، ذاتس فير. اتعلم بعد كده. هخسر الماتش ده، اكسب الماتش الجاي. هخسر الماتش الجاي، ايه المشكله؟ هتعلم برضو بالماتش الجاي واكسب الماتش اللي بعده. هخسر الماتش اللي بعده، ايه المشكله؟ ما هو انا قصدي ما عنديش حل تاني، انا جاي اعيش. المجتمع بتاعنا دلوقتي بقى وصل لمرحله ان هو بقى بيستكتر على اللي معهوش ان هو يعيش كويس. المجتمع ده ما بيرحمنيش انا شخصيا لما بغلط، ما بيرحمش حد. المجتمع ما بيرحمش حد خالص. فمن هنا اتعلم ان الحياه كل ما فيها ينتزع، ما فيش حاجه حق مكتسب. فعشان ما فيش حاجه حق مكتسب ما ينفعش ان انا اقف اعيط. انا ما عنديش رفاهيه ان انا اقف اعيط، ما عنديش رفاهيه ان انا اشتكي، ما عنديش رفاهيه ان انا اقف اقول لا ده ظلموني، ما عنديش رفاهيه ان انا اشتكي بالقانون، ما عنديش رفاهيه لاي حاجه. انا اتعلمت ان انا اخد حقي بايدي منين؟ من السنين اللي انا كنت بتدشمل فيها. واقول لك حاجه كمان على الحياه مش عادله، ما كانتش عادله قبل كده، مش عادله دلوقتي، ومش هتبقى عادله في المستقبل. فما تقعش في فخ الضحيه، انت مش ضحيه. المشاكل اللي بتحصل لك دي دلوقتي اللي انت فاكر ان هي ساعات ظلم، دي الحياه بتجهزك للشخص اللي انت عايز تبقى فيه كمان 5 أو 10 سنين. ده ربنا بيستجاب لدعواتك. وانا مين فرحني؟ وانا مين حس بيا؟ ده انا لما حسبت الايام اللي انا فرحت فيها لقيت نفسي خسران كتير قوي. لقيت نفسي مش عايش يا كابتن. لازم تفهم يا احمد انك لو استسلمت هتحس بالعجز والندم طول عمرك، هتبقى زي الحيطه المايله، اي هزه ممكن تسويها بالارض. انا كمان استسلمت زيك في لحظه وحسيت بالعجز، بس قاومت الاحساس ده وخرجت براه وقدرت احلم، ولازم احقق حلمي وانجح. واوعى تفتكر ان ربنا مش شايفك، شايف وحاسس وعالم، وحاسس قد ايه هي قافله معاك جدا، بس ليه حكمه. الف حمد وشكر ليك يا رب على كل اللي انت بتبعته، لان في الاخر ربك بيعمل لنا الخير وبيعمل لنا اللي صالح لينا. بس يمكن الدنيا لهيانه شويه، اوعى تبعد عن ربنا مهما حصل، مهما كانت مهما كانت الدنيا قافله في كل حاجه. باب ربنا اوعى تقفله، خليك دايما بين ايدين ربنا وادعيه، واوعى تيأس. ربك عالم وحنين، وهيبعت لك اللي يطبطب عليه، وهو هيطبطب عليه. اي حاجه انت خايف منها عشان تكتسب كنز الشجاعه، هات الخوف لاخره. ايه اللي هيحصل يعني؟ مش هيحصل حاجه. هترجع بعد ما تجيب الخوف لاخره، ترجع للمتاح دلوقتي. لكن لما تجيب الخوف لاخره هتلاقيه محتمل، فتقوم راجع للمتاح دلوقتي وتبذل قصارى جهدك. احيانا ربنا بيقفل الباب، بس مش عشان حاجه وحشه ليك، ده عشان قفله الباب اللي انت نفسك فيه، واللي انت واقف بتعيط قدامه، واللي انت قلبك مفروم عليه. يا رب انا عايز الباب ده، انا نفسي في ده، ويتقفل بالضبه والمفتاح في وشك وانت مقهور. ليه يا رب؟ يا رب ده كان اقصى حلم ليا في الحياة، وانت مش عارف ان ربنا بيقفله في وشك، لانك لو كنت دخلته كنت هتتحرم من باب اعظم منه 1000 مرة واوسع منه 1000 مرة، كان هيتفتح بعد ما تكون دخلت في التاني وما كنتش هتاخده. ما انتش عارف ربنا عاين لك ايه.